سيمثل صبيحة يوم غد الاثنين ناصر الزفزافي وصديقه جواد الصابري أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار التحقيق التفصيلي في ثاني جلسة له منذ إحالتهم من طرف الفرقة الوطنية بالدار البيضاء وحزب عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف ناصر الزفزافي وجواد الصابري سينقلان غدا الاثنين نحو المحكمة الاستئنافية بمدينة الدار البيضاء للمثول أمام قاضي التحقيق في إطار الاستحقاق التفصيلي حول التهم خاصة المشتركة بينهما. ووفق ذات المصدر فهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف طالبوا منذ مثوى لجميع المعتقلين في إطار التحقيق الإعدادي متابعتهم في حالة سراح، وهو المطلب الذي سيتم تكريره وسيبث فيه قاضي التحقيق مباشرة بعد نهاية الاستحقاق التفصيلي. سأعتاد التبكير في النوم، إذن يصح بدنك